السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الرفيسه المغربيه. كتجي زوينه بزاف ولذيذه، وحتى طريقه سهله. نتمنى تشاهدوا الفيديو للاخير، وكيف العاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعوني بها. ولا كانت اول مشاهده لكم للقناه، الف مرحبا بكم. ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ونبداو بسم الله. هنا اول حاجه غنبدا بها هي العجينه ديال المسمن. عندي هنايا جوج زلايف ديال الدقيق الفورس وزلافه ديال الفينو. كتبقى الكميه على حسب اللي بغيتو نتوما، ولا حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. وكنضيف لها شويه ديال الملحه. المهم هاد العجينه هذه ديال الرفيسه يمكن لكم تنكهوها باللي بغيتو، ديروا معاها شويه ديال المساخن اولا شويه السمن اللي بغيتو نتوما، باش كتجي فيها ديك النكهه زوينه. واللي كيضروا المسمن، حيت كاين بعض الناس اللي كيضرهم المسمن وانا وحده منهم، يمكن لكم تضيفوا معاه شويه ديال خميره ديال الخبز، غير واحد القريصه، هاد راس معلقه واحد شويه. صافي هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما جمعت العجينه كنبقى نضيف ليها الماء بالتدريج حتى كتجمع، وكندلكها واحد شويه. هنايا انا استعملت العجانه، يمكن لكم تعجنوها غير بيديكم. الا متوفره لكم العجانه وكتبغيو تعجنوا فيها عجنوا فيها، واللي كيبغي يعجن بيديه المهم لكم الاختيار بحال بحال. صافي كيف ما قلت لكم كتدلكوها غير واحد شويه وكتخليوها. انا هنا راه خليتها، ما نقدرش نقول لكم شحال خليتها ديال الوقت، ولكن غطيتها خليتها ومشيت غسلت الماعن ديال الفطور. جمعت الكوزينه هكا البوطاجي وصافي شي موينات اللي خفافين ورجعت لها. صافي انا ما خليتهاش بزاف ديال الوقت على ما ارتاحت، وساليت انايا صافي وبديت كنقطعها كويرات صغيورين، كيف ما كتلاحظوا معايا راه صغيورين بزاف. صافي بهذا الشكل هذا، بغيتو ديروهم كبار بغيتو ديروهم صغار لكم الاختيار. كنبقى نقطع بهذا الشكل هذا وكنكورهم حتى كنسالي كاع الكميه ديال العجينه اللي عندي. دابا غادي نصاوب معكم واحد الخلطه. هنايا كناخد 4 أو 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق فرز، كنخلطهم مع الزيت. هذه تاني مره غادي نشارك معكم الرفيسه، راه سبق لي صاوبتها معكم. بالنسبه للناس القدام راه شاهدوا الفيديو. كنت شاركت معكم الرفيسه بريستيج بالكاشير، حتى هي رائعه وزوينه بزاف. غادي نخلي لكم الرابط ديالها اللي بغى يدخل يشوف الفيديو. صافي دابا غادي نبدا نشد هاد الكويرات ونقرصهم بهاد الطريقه كما كتلاحظوا معايا، غير شي شويه. وكان نمسحهم بهذيك الخلطه اللي صوت ديال الدقيق ومع الزيت، غير واحد شويه ما كنكثرش. كنمسح لي من الوجه ديالهم بهذه الطريقه هذه، وكنعاود ناخذ كويره اخرى كنقرصها بهذا الشكل حتى هي، وكنمسح على الوجه ديالها. صافي وكنبدا ندير وحده فوق وحده. ديروا 2 أو 3 ولا حتى 4 الا قدرتوا تغلبوا عليهم ويجوكم قادين. ما تخسروش ليكم في الهزه. يمكن لكم ديروا حتى 4 هكا. بهذه الطريقه هذه كتجينا سهله، وهذا الدقيق مع الزيت كيساعدنا باش كنديروا وحده على وحده ما كيلصقوش. كنديرهم في المقله وكيبداو يطيبوا كيطفخوا وكيتفرقوا على بعضياتهم. وهاد الطريقه هذه راهي ساهله بزاف، وكتساعدنا كنسربيو حتى في الطياب ديال المسمن، وكتجي زوينه بزاف. صافي دابا غادي نبدا انا نقرص المسمن. غادي نديرو رقيق، لان المسمن ديال الرفيسه كيخاصو يكون رقيق. كنبقى نبسط هاد المسمنه حتى كيولي كيبان لي الوجه ديال الرخامه. خاصها تكون رقيقه كيف ما قلت لكم. صافي دابا غادي نهزها ونحطها في المقله. كيف ما كنحطها كنقلبها. صافي هانتوما شفتوا معايا كيتفرقوا على بعضهم بسهوله، ما كيعذبونا ما حتى شي حاجه. غادي نصاوب معكم وحده اخرى حتى هي بنفس الطريقه، كنسرح لها الوجه مزيان. وكاينه طريقه اخرى اللي كنديروها كاملين.
راني مشاركاها معكم نيت في الفيديو اللي قلت لكم نخلي لكم الرابط ديالو. حتى هي كديري هكا، كتسرحي المسمنه، كتحطها في المقله وكتقلبيها وكتعاودي تحطي واحده اخرى، كتبقاي تحطي واحده فوق واحده، واحده فوق واحده، وكتبقاي تقلبيهم، واللي طابت كتحيديها. هكا كتجي طريقه زوينه، كيجي بحال الشكل ديال التريد. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقه كنحطها وكنعاود نقلبها وكنبقى نقلب فيها حتى كتحمر. انا كيعجبني المسمن يكون محمر مزيان، كيعجبنيش يكون بيض. هي الرفيسه راهي ساهله بصراحه، راه غير المسمن اللي شويه كيجي صعيب. الا خديت غير واحد الطريقه وبقات معتمده عندك، راه صافي راكي نجحتي في الرفيسه. اما بالنسبه للمرق ديالها راه ساهل، راه بحال كنطيبوا دائما نفس التوابل، نفس يعني غير شي حاجه قليله اللي زايده، بحال ما فيش شي حاجه اللي يعني اول مره الواحد غادي يطيب بها ولا شي حاجه. هو المسمن راه عنده بزاف كما قلت لكم ديال الطرق، كل واحد وكيفاش كيطيبو. كاين اللي كيدير مسمن عادي مربع وكيديروا شويه رقيق وكيطيب بحال هكا وكيصاوبوا الرفيسه. المهم هو عنده بزاف ديال الطرق كما قلت لكم، ولكن النتيجه كتبقى مسمن في الاخر، كيخرج مسمن كتبقى كل واحد كيفاش كيصايبو على حسب كل واحد والمنطقه ديالو، كل واحد وكيفاش الطريقه اللي كتجي سهله وصافي. انا عارفه الاغلبيه كيعرفوا تبارك الله كيديروا الرفيسه وكيديروا بزاف ديال الحويجات تبارك الله وصل على النبي عليهم، ولكن في نفس الوقت ما نساوش بان راه كاين اللي ما كيعرفش، ماشي كلشي كيعرف وماشي كلشي ما كيعرفش. اهم حاجه هي المشاركه تكون بصدق. الانسان كيشارك معك واحد الحاجه من القلب وكيبغي حتى واحد اخر الى دارها او دار بحالها تصدق ليه وتجي زوينه. هادشي اللي كاين اخوتي، حنا غير نتونسوا مع بعضياتنا وكنشاركوا داكشي اللي كنديروا مع بعضنا وصافي. هادشي اللي كاين، ما راه كلشي تبارك الله ولا متوفر، كلشي كاين تبارك الله. الله يجيب غير الصحه والسلامه والرزق، هذا ما كان، واهم شي الصحه. صافي هنايا من بعد ما طيبت المسمن ديالي كامل، هنا راني قطعته، ما وريتكمش لانني قطعته غير تقطع عادي بشكل عشوائي وصافي ما كتلاحظوا معايا. ودابا غادي ندوز باش غادي نصاوب الشرموله ديال الدجاج. هنايا راني مشيت معكم بالترتيب باش هكا كيبقى الفيديو منظم وكتعطى كل حاجه حقها. ما بغيتش نخلط لكم نصايب العجينه ونمشي نطيب الدجاج، فدرت لكم الفيديو مرتب باش هكا يجيكم مزيان. هادشي اللي كاين. كندير معلقه كبيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال خرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال البزار. انا درت هنا البزار الابيض، درت غير واحد شويه انه حار بزاف. ومعلقه كبيره ديال القزبر يابس مطحون، ومعلقه كبيره ديال المساخن، معلقه صغيره ديال القعقله او بسيبيسه، كتجي زوينه بزاف، تجي خطيره في المذاق. الا متوفره ليكم ديروها، الا ما كايناش ماشي مشكل، يمكن لكم تستغناو عليها. وكندير واحد 4 حتى ل5 ديال الفصوص ديال الثومه كنحكهم. صافي هنايا غادي نزيد شويه ديال الماء. انا ما عنديش زعفران شارع، داكشي الا درت غير الماء بوحديتو. الا عندكم كتفزقوه في الماء سخون، وهو اللي كتخلطوا به هاد التوابل هادو. صافي كنخلطهم مزيان. وكناخذ هنايا واحد الدجاجه اللي كنكون غسلتها من قبل بالماء او قول لي باش غتغسليها بالحامض والملحه. والله الا كندوخ. بالنسبه للدجاج، راه ماشي ضروري الواحد يدير الدجاجه كامله او نص الدجاجه. الا كاين غير فخيط الواحد يطيب به، اهم حاجه هو الانسان يصاوب داكشي اللي تشهات خاطره. ماشي ضروري الطبق يكون كامل كامل مكمول. راه ماشي اخوتي حنا دائما كناكلوا الدجاجه كامله، راه الانسان فاش كيكونوا هكا ضياف كيكبر بيهم، كيدير حاجه زوينه وكامله مكموله. هادشي اللي كاين اخوتي. اهم حاجه
الانسان يدير داكشي كيف ما قلت لكم اللي تشهد له نفسه، ويطيب داكشي اللي كتب ربي اللي متوفر يطيب به. صافي تشهيت الرفيسه، عندي فخيط ديال الدجاج غادي نطيبها بفخيط ديال الدجاج، كسكسو، طاجين، اللي كان داكشي اللي عندي نطيب به، والله يجعل البركه والحمد لله على كل حال. راه الله يحسن العوان اخوتي، راه كلشي ولا غالي، كلشي حتى شي اللي حطيتي عليه يدك كتشوي، حتى حاجه مبقات كتفرح. الله يجيب الخير والرزق يا ربي. ودابا من بعد ما تبلت هاد الدجاجه مزيان كيف ما لاحظتوا معايا، راني درت ليها تقيبات في الصدر ديالها باش كندخل ليها ديك التتبيله. كنغطيها بالبلاستيك الغذائي، كنخليها واحد شويه على ما كتشرب. انا ما خليتهاش بزاف ديال الوقت. صافي هنا كناخد الطنجره فاش غادي نطيب، كنوضع فيها شويه ديال زيت الزيتون والبصله اللي قطعتها شرائح طويله. خديت هنا غير البصله البيضاء، ما عنديش ديك الحمراء. الا كاينه البيضاء والحمراء كنخلطوهم بجوج حتى هما كيجيو مزيانين، كاينه غير وحده كنخدمو بوحده. كنشحر هذيك البصله واحد شويه غير مع الزيت، ما كنضيف لها حتى شي حاجه، كنشحرها شويه غير واحد شويه كطيح. صافي وكنجيب هذيك الدجاجه اللي تبلت، كنحطها بهذا الشكل هذا. كنكون ربطت ليها دوك الرجيلات ديالها وربطت حتى دوك الجناحين ديالها باش ملي كطيب ما كتبقاش تفرتت. كناخذ هذيك الشرموله اللي بقات، كنزيد لها واحد شويه ديال الماء وكنفرغها في الطنجره. صافي دابا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال السمن، وخديت هنايا بصله حكيتها، بصله صغيره محكوكه. جربوا هاد الطريقه هذه ديال البصله محكوكه، غيبان لكم الفرق، راه كتعطي واحد اللذه زوينه. وضفت هنايا واحد الربيطه ديال المعدنوس، درت غير المعدنوس لانني درت قزبر مطحون وواحد الحبيبات ديال الحلبه. صافي غادي نغطي عليها نخليها واحد شويه تشحر، كتطلق ديك التوابل ديالها، وغادي نزيد عليها الماء يكون سخون حتى كنغطيها. ما ديروش الماء يكون بارد باش ما كيتكنزش داك الدجاج، يكون سخون ولا يكون طايب. صافي غادي نزيد واحد الراس ديال الثومه وغادي نغطي عليها، ما غاديش نسد عليها، غادي غير نغطي ونخليها طيب على خاطرها. هنا عندي اللوز كيتقلى، وهنايا درت العدس ودرت الحلبه كيطيبوا بوحديتهم. درت معاهم نفس التوابل اللي درت مع الدجاج، نفس التوابل درتهم في العدس والحلبه درتهم كيطيبوا بوحديتهم. صافي هنا الدجاجه راهي طابت، غادي نحيدها ونوضعها في الطاوه ديال الفران، وغادي ندهنها كل واحد واش كيبغي يدهنها الزبده ولا السمن اللي بغيتو، وكندخلها الفران باش كتحمر. كندخلوها الفران حتى الاخر حتى كيكون كلشي واجد. انا عندي هنا كلشي وجد. صافي بقات لي غير الدجاجه غادي نحمرها، غادي نرجع الطنجره على البوطه على نار تكون مهيله باش تبقى هاد المرق يبقى سخون. صافي من بعد ما كنوجد كلشي كنبدا نحط. هنايا غندير هاد المرق هو الاول، دائما حطوا بهاد الطريقه هذه باش هاد المسمن اللي كيكون من التحت كيتشرب هاد المرق وكيجي حتى هو مفزك وزوين. صافي كنبدا نحط المسمن وكنسقي باش كيجي مشرب. بالنسبه للمسمن البنات راني دخلته للفران سخنته باش كلشي كيخرج في مره سخون. الدجاج المريقه المسمن كلشي كيكون سخون. اولا تسخنوه في مقيله اللي كنطيبوا فيها الحرشه اولا المسمن، غير سخنوه صافي ردوا معاه البال باش ما يتحرقش ولا يقصح. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه اللي شاركت معكم. كنقدموها مباشره وهي سخونه، كتجي رائعه. زينتها هنايا بزين اللي هو بسيط، وكيبقى اختياري على حسب المتوفر. نتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، ونتمنى ما تنسونيش من لايك. خليتكم على خير، نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.